مدرب منتخبنا الوطني العراقي ستوشكو توتونيتش في منقطع المنتخب يتحضرون للرحيل بعد قليل مع الكادر التدريبي. مشاهدي شبكة الكرة العراقي، الأستاذ حسين الخرساني مدير مكتب إعلامي لاتحاد الكرة العراقي معنا في شبكة الكرة العراقية هذا اليوم. الأستاذ حسين الخرساني بلغنا عن استعدادات منتخبنا الوطني للقاء دور 16 أمام المنتخب القطري وكيف تشاهد التحضيرات لهذه المباراة. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء سعيد جدا بلقائك دكتور، أتمنى لك التوفيق بمهمتك إن شاء الله هنا أبو ظبي، وإن شاء الله تكون رحلتكم مكللة بالنصر مع المنتخب الوطني إن شاء الله. أعتقد يعني المنتخب الوطني الآن دخل مرحلة الاستعداد النهائي لمباراة قطر، خاصة بعد يعني عرفنا أنه الطرف الثاني لمباراتنا في دور 16 المنتخب القطري بعد أن تغلب على المنتخب السعودي يوم أمس. المنتخب القطري يعني ليس بغريب عن منتخبنا، خضنا في الفترة الأخيرة أكثر من لقاء سواء في الدوحة أو في بغداد، وكانت النتائج متباينة. المنتخب القطري من المنتخبات الجيدة جدا على القارة، فريق مستقر يعني إلى ناحية كبيرة جدا تدريبيا وفنيا وحتى لاعبين مميزين، لكن منتخبنا ليس بقاصر عن المنتخب القطري، بيستطيع أن يقف المنتخب أو يوقف المنتخب القطري عند حد الدور 16. أعتقد أن منتخبنا قادر خاصة بعد الأداء المميز في مباراة إيران، قادر على أن يمضي إلى رحلة الدور الثمانية في خطوة أولى إن شاء الله. شلون تشوف الأجواء بين اللاعبين واستعدادات المباراة؟ والله دكتور، يعني أنا ربما دائما يعني أردد هذا الموضوع، أنه ربما من المرات القلائل احنا نشوف أكو روح إصرار وعزيمة عند اللاعبين بشكل كبير جدا. هناك من المرات القلائل أيضا نشوف أنه 23 لاعب عندك جاهز لخوض غمار المباراة في أي وقت ممكن يطلب المدرب. هذه الروح مع الحقيقة الدعم الجمهور الكبير المتواجد هنا في ظبي أو في الشارقة أو في أبو ظبي أو دبي، أعتقد أنه هذا كفيل بأن يحقق المراد، وإن شاء الله هدفنا هو التأهل إلى دور الثمانية ومن ثم بعد التفكير بما سيأخذ. هو سؤال غريب نوعا ما، بس نقدر ناخذ توقعاتك للمباراة؟ والله تعرف التوقعات صعبة، لكنه أنا يعني دائما متفائل، وأعتقد أن منتخبنا سيتغلب بالترجيحات الركلات الترجيحية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظك دكتور. الأستاذ عبد الجبار، اتحاد العراقي المركزي لكرة القدم في شبكة الكرة العراقية، كيف هي استعدادات منتخبنا الوطني لمباراة قطر في دور 16 من كأس آسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني مثل ما تعرف أنه دور 16 هو لا يقبل أي شيء، لا يقبل قسم على 2 دوري وخروج المغلوب، وبالتالي الأمور لازم تؤخذ بنظر الاعتبار بحسبان، يعني اللي يفترض الكادر التدريبي أو أي يعني أي شخص مسؤول هنا يحسب لكل الأمور، يعني لكل الشغلات الجانبية، الأمور الأخرى، الأمور كثيرة جدا يفترض أن تكون على البال، يفترض أن يحسب لها، ويفترض أن تتعالج بالشكل الصحيح. جانب اللاعبين والكادر التدريبي يعني انضباط عالي جدا، التزام عالي جدا. الفريق يمكن يعني في مباراة إيران قدم مستوى طيب، قدم مستوى كبير، وهذا اللي كنا نطمح إليه. يعني احنا خلال اجتماعاتنا المتواصلة مع المنتخب يعني قلنا لهم انه احنا لدينا هدف الرسمة ويجب أن نصبو إليه، يجب أن نصل له، ولدينا طموحنا أن نحتل المراكز المتقدمة في هذه البطولة، لكن هدفنا الأسمى أن نقدم مستوى طيب، أن نقدم مستوى متميز، أن نقدم مستوى رائع، يعني مستوى اللي يعني يليق بكرة القدم العراقية، يليق بالإرث الكبير اللي تحمله كرة القدم العراقية. وبالتالي يمكن يعني نقدر نقول أنه المستوى الطيب اللي قدموه في ال3 مباريات وخاصة في مباراة إيران يثبت أنه لدينا مجموعة من اللاعبين، لدينا مجموعة من المقاتلين الأكفاء اللي قادرين أن يقودون المنتخب الوطني العراقي ويوصلون إلى بر الأمان في هذه البطولة. المنتخب الآن يعني على يمكن استعداد تام لملاقاة قطر، مثل ما تعرف تمارين متواصلة. اليوم كان أكو ريست اقتراح للمنتخب، راح من بكرة تبدأ الوحدات التدريبية، اجتماعاتنا متواصلة مع اللاعبين ومع الكادر التدريبي وحثهم على تقديم الأفضل. النتيجة هي مثل ما يقول الآخرون هي الأهم، لكن
المستوى المتميز والمستوى الاداء المتميز اللي يجب ان يقدمه المنتخب الوطني، يمكن هذا من اهم شيء، وبالتالي التوفيق من رب العالمين. لكن انا اشوف الطريق من خلال المباريات الثلاثه اللي قدموها اللاعبين، ومن خلال يعني النوعيه اللي موجوده الان في المنتخب، يعني سواء على دكه الاحتياط او اللاعبين الاساسيين، اشوف منتخبنا قادر على ان يتخطى قطر ويذهب الى الدور الثمانيه ان شاء الله. استاذ عبد الجبار، تذاكر الجمهور دائما يتذمر حول التذاكر، يقولون انه كان الاتحاد الايراني على اساس ما اخذ نسبه من تذاكر المباراه السابقه وكان في مشاكل، هل كان هذا الشيء صحيح ام هي فقط انه شغله انترنت وتذاكر اونلاين يشتروها الناس يعني ما معقوله انه جمهور جاي يساند منتخبه وما المفروض يدخل بتفاصيل دقيقه حول التذاكر. هسه احنا لو كنا نعرف، يعني احنا في اكثر من بطوله، في اكثر من مباراه، يعني في مباراتنا مع السعوديه في ماليزيا حسينا انه المنتخب السعودي بدا يشتري التذاكر، يعني هذا الموضوع كان على ايدنا، يعني موضوع عالجناه لكون كان انه يعني معرفه مسبقه بالموضوع، رحنا باتجاه ان اشترينا اكثر من 4000 تذكره حوالي في ماليزيا مباراتنا مع السعوديه. اما هذا الموضوع يعني لا ان علم به اطلاقا ولا ان معرفه به اطلاقا ولا واحد منبهنا عليه. يعني يا اخوان ترى بعدين الاكثر من ذلك ماكو جانب ايراني مشتري او جانب عراقي، لا اللي اشتروا التذاكر السماسره، وبالتالي بالساعات الاخيره بدات تذكرة، يعني هاي موجودة في كل ملاعب العالم، في كل الدنيا موجودة. يفترض يعني من أبناء السنة من الآن مباراة مع قطر، أشوف أنا مباراة الجمهور إنه سالك، يكون الجانب القطري جمهوره قليل جدا، يعني عدم حضور الجمهور. لكن بالمباريات القادمة يعني خلي هاي نهائيات آسيا، هاي بطولة بعد كأس العالم، فكل شيء موجود بها، يعني التجار موجودين، السماسرة موجودين، يعني شوف انه يفترض ان يكون يعني حسابات جمهورنا حسابات دقيقة ويتعاملون بالشكل الصحيح مع التذاكر، لان اتوقع احنا يعني مباراتنا تكون مع منتخب يعني يروح بهذا الاتجاه، لازم جمهورنا يكون اوعى منه، لازم يروح يعني على التذاكر ويشتري تذاكر، يعني واذا حسوا انه اكو جهه تسيطر على التذاكر وينطونا خبر، لا راح يكون لنا رأي ثاني وكلام ثاني في هذا الموضوع. شكرا جزيلا استاذنا، نتفق منتخبنا الوطني ونشكر تواجدك معنا. اشكرك يا مرحبا. الاستاذ كامل صغير عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم. حتى اللي بيجي انا اذا مسموع ما الاستاذ كامل صغير عضو الاتحاد المركزي لكرة القدم في شبكة الكرة العراقية. استاذنا حدثنا عن استعدادات المنتخب الوطني العراقي لمباراة دور 16 امام المنتخب القطري، كيف هي التحضيرات؟ اول شيء اهلا وسهلا بك دكتور، وتعرف التحضيرات احنا بعد على قدم وساق كوفد اداري كل الامور وفرناها للكادر التدريبي وللمدرب وللاعبين، يعني تعرف حتى مقر الاقامه احنا يعني راقبين كل صغيره وكبيره. تعرف اليوم الفريق دخل بالفورمه، يعني بالفورمه بعد تعادلنا مع ايران راح تكون عندنا مباراه مهمه مع قطر، يعني لازم علينا نجتاز الفريق القطري، فكل الامور وفرناها للمدرب ما يحتاجها، كل الامور يعني زينه ماكو فد شيء، يعني بس عندنا لاعب يمكن انصاب البارحه ودينا علاج اللي هو فرانس، وان شاء الله نتمنى له الشفاء، يعني بس اللاعب بس البقيه كل اللاعبين جاهزين للمباراه، كلهم عزم في سبيل ان يحققون. تعرف انت اليوم الشعب العراقي والجمهور العراقي والشارع الرياضي مطالبين ان نحقق نتيجه، هذا الشعب كله يستاهل يقدمون للاعبين، فذول اللاعبين دائما ينظرون الى بلدهم الى شعبهم في سبيل انجاح المهمه، خاصه الفريق القطري ليس بالفريق السهل، البارحه غلب فريق كاس العالم يعني بطل اسيا، اعتقد الامور زينه من جانب الفريق كلهم عازمين ان نخوض المباراه يعني بعزيمه كبيره ان شاء الله. شكرا جزيلا. اشكرك دكتور. شكرا جزيلا دكتور، يحفظك الله.